الستاترنج او اللجلجه او التهتهه او التلعثم طبعا هي ليها جانب نفسي وليها جانب عضوي. النفسي طبعا بنلجأ لازم لاخصائي نفسي او دكتور نفسي، هو بيتابع معانا الحاله وبيشوف ايه السبب والمسببات، وبرضه بنتابع مع اخصائي تخاطب. لكن في الاول بيبقى الاخصائي النفسي مهم جدا. هل السترنج بتبقى طبيعيه؟ في سن معين بتبقى السترنج طبيعيه جدا. الطفل اول ما بيبتدي يتعلم الكلام او حس ان هو كون جمل او خاصه الطفل الذكي والطفل كتير الحركه بنلاقيه بيجيله نوع من انواع التهتهه، بس بتكون دي مش مستمره، دي فتره وبتعدي، مش محتاجه لا ليها علاج ولا اي حاجه. امتى احس بالمشكله؟ المشكله بتاعت السترنج لازم ابتدي الاحظها من 4 سنين ل6 سنين. 4 سنين ممكن نقول نوعا ما عاديه، انما بعد كده لو وصل ل6 سنين هنا بتكون المشكله. انا ابني بقى عنده 5 سنين، ينفع اعالج السترنج؟ طبعا، وده افضل، لانك لو استنيتي العمر 6 سنين هتتابعي مشكله مستمره. دي النقطه اللي بحب اقولها لاولياء الامور او بقولها للامهات. لاحظي طفلك في حاله التهتهه، هل اللجلجه اللي حصلت له او السترنج اللي حصل له ده موقف طارئ وعدى؟ هل استمرت معاه كام شهر؟ هل حسيتي انها في موقف معين بتحصل له؟ لازم اكون واعيه جدا للحاله اللي بتحصل للطفل امتى بتحصل له السترنج.